خسوف القمر آية من آيات ربنا سبحانه وتعالى، اللي النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا إن هي أول ما نشوفها لازم نصلي ركعتين بنية خسوف القمر. وعلى فكرة يا جماعة دي سنة مؤكدة عن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني على قد ما تقدر لازم ما تفوتهاش. الصلاة دي طريقتها ازاي كده في عجالة عشان يلا بينا نروح نصليها وناخد الثواب؟ ان انت هتصلي زي ما بتصلي عادي جدا، هتقرأ الفاتحة وبعد الفاتحة بس هنطول شوية في السورة اللي هنقرأها، هنركع، هنعتدل من الركوع وهنقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد. بس هنا الاختلاف، مش هنسجد، هنقرأ سورة الفاتحة مرة تانية وبرضه هنقرأ سورة تانية بعد الفاتحة. لو تعرف تبقى أقل من السورة اللي قريتها في أول ركعة ده يستحسن. وبعد كده بقى هتركع وبرضه هتعتدل من الركوع وهتسجد عادي جدا السجدتين بتوعك، وهتقوم تعمل نفس اللي انت عملته في الركعة الأولى مرة تانية، وبعد كده هتسلم. ومبروك عليا وعليك ثواب الركعتين دول، ربنا يتقبلهم مننا جميعا. وما تنساش تصدق وتكبر وتدعي ربنا سبحانه وتعالى. وعلى فكرة دي مش وصيتي، ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام، يلا صلي عليه.